شركة تانية جنرال الكتريك، برضو بشكرهم مرة تانية. قال لي هنرفع كفاءة المحطات، ناخد 24 شهر ل 30 شهر رفع كفاءة محطات عشان يضاعف الكمية، مش يضاعف، عشان يزود الكمية 750 ميجا. أنا بقول الكلام ده بس عشان أوريكم إحنا مهتمين إزاي، مش إحنا مهتمين إزاي ببلدنا، والمستثمرين اللي موجودين معانا يسمعونا ويعرفوا إحنا بنفكر إزاي وعايزين نعمل إيه عشان خاطر بلدنا، فيهم هم يقفوا جنبنا كمان. فقلت له طيب ممكن يبقوا 8 شهور؟ خلي بالكم. قال لي ممكن يبقوا 8 شهور. بس قال لي كده احنا مش هننام. قلت له طب معلش ما احنا عايزين نخلص ده. طب التكلفة المالية؟ فقال تكلفة مالية. قلت له طيب عشان خاطر ربنا بقى كده. لغاية ما وصل لرقم الحقيقة. قال لي بعد كده يعني خلاص يعني. ف قلت له معلش طب شيل ال 100 مليون دول. ايوه وشالهم. فانا احنا بنسقف لهم هم بصراحه، بنسقف لكل من لا يفهم. خلي بالكم الشركتين جايبين التمويل من بلادهم. الشركتين جايبين ايه؟ يعني ايه؟ يعني اذا كنا بنتكلم في تقريبا للمحطة الواحدة تقريبا، يعني مش الرقم مش ب 2 مليار يورو، يعني ال6 مليار يورو دول تمويل من ألمانيا، من الدولة الألمانية. طيب مهم قوي ان انتوا تعرفوا، عشان الكلام ده ممكن قوي دول كتير تعملوا معانا، تجيب التمويل لشركاتها وشركاتها تعمل مشروعات عندنا، يعني يطلع الفلوس من الجيب ده تروح الجيب التاني كده. فقلت له طب الفايدة كام؟